عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سمع عن المؤذن يتشهد يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال وأنا يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي. إبراهيم مهدي مقبول أخرج حديث أبو داود. نعم. أخرج حديث أبو داود وحده. عن علي بن مسهر وهو ثقة له غرائب بعد أن أضر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن